قرايه الفاتحه دي طبعا اللي بيحصل فيها ايه؟ ان احنا هنروح ونتفق على الحاجات بقى اللي هي الماديات والخلال كذا، روحوا تتفقوا مع بعض. إيه والله ده احنا الشبكه هنجيب شبكه في كذا، لو انتوا كنتوا هتعملوها مثلا قرايه فاتحه وتلبيس دبل. تمام. بص كل الحاجات دي عرف بقى، يعني كل اللي جاي ده عرف. فبالاتفاقات. بس انا بقول لك يعني لو انت ما عندكش خبره في الموضوع ده، ما حدش في عيلتكم مثلا حد خطب قبل كده او اتجوزوا، او انت مالكش اصحاب شفتهم مثلا بيتجوزوا، فعايز برضه ابقى مديك الفكره كامله. فانت هتروح قرايه الفاتحه دي، رايحين نتفق والله ده انا هجيب العفش الفلاني وانتوا هتجيبوا مثلا الجزء الفلاني، على حسب مثلا البلد بتاعتكم. بتجيب النص بالنص، الراجل مثلا بيجيب مثلا كله، هي بتجيب الاجهزه، يعني فاهم؟ ده كله عرف، ولا في حرام ولا حلال ولا قايمه ولا قاعده ولا الكلام العبيط ده. انت لو طبعا لو انت يعني بص، لو اتكلمنا عن كرفعت، لو انت عندك المقدره انك تفرش بيتك كله، يا ريت تعمل كده. ماشي. ليه؟ علشان بقى ما نقعدش نتكلم، ده انت هتكتب قايمه وهتكتب لها ذهب في القايمه وهتعمل مش عارف ايه، مع المهم يعني، ويحصل الاختلافات بتاعت القايمه وبقت حواراتها كتير دي. فاحسن حاجه ان انت ايه، انا هفرش بيتي بالسعه اللي تقدرني انا اقدر مثلا. انت راجل الحمد لله ربنا فاتحها عليك يا عم، تفرش بيتك ب 10 مليون زي ما انت كده. انا راجل على قد حالي هفرش بيتي مثلا ب 200,000 300,000. كل واحد فاهم وظروفه. طبعا انا بقول اي ارقام يعني، ما تحسبش ورايا ما فيش بيت بيتفرش ب 200 ولا او ممكن ابوظ عشان ما اتريقش على حد يعني. بص حسب ظروفك، قول انت هتفرش بيتك بكذا. ده انا بقول ده في حاله انت هتقدر تفرش. مش هتقدر زي المعظم ومعظم الشباب وزينا كلنا، خلاص ده والله احنا هنا عندنا هنجيب البنت مثلا، الاغلب اللي بشوفه بتجيب الاجهزه الكهربائيه، وبتجيب مثلا الستاير والمراتب مثلا، والراجل مثلا هيجيب العفش اللي هي اوضه النوم والسفره والصالون واوضه الاطفال، والمفروض يجيب مثلا السجاد والنجف. فاهم؟ اتفاقات بقى، اتفاقات زي ما تكون.